شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. تصدقوا هتصدقوا ان شاء الله. الفراخ دي مشوية بدون فرن، بدون تتبيل كتير، وبدون شواية، وكله على البوتاجاز من فوق وفي الطاسة، وبطريقة سهلة جدا جدا وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص. لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، وكملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا هنعملها ازاي. اول حاجة هنحط طاسة على النار فيها مكعبين من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت، وبعدين هنجيب الفراخ بتاعتنا تكون متقطعة على 4 زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها كده في الزبدة. بس اهم حاجة تكون الزبدة سخنت كويس عشان تاخد لون بسرعة وما تنزلش مية، عايزين نديها صدمة كده. واول ما تاخد لون هنقلبها على الناحية التانية كده علشان تاخد لون من الناحية التانية. طبعا تقدري تقطعي الفرخة على 8 زي ما تحبي، التقطيع ده بتاعك انتي. ودلوقتي بقى هنحط معلقة كده من الثوم ويكون متقطع حتت صغيرة، وبعدين هنبدأ بقى نقلب الفراخ مع الثوم علشان تاخد من طعم الثوم، بتدي طعم حلو قوي الخطوة دي يا جماعة. وطبعا الثوم بيبقى متقطع قطع صغيرة كده مش مفروم، علشان لو حطيناه مفروم هياخد لون بسرعة وهيتحرق. بعد ما قلبنا بقى الفراخ مع الثوم كده واخد اللون الذهبي ده، هننزل بقى بالمكون السحري بتاعنا واللي هو البصل. تحطي بقى كمية بصل زي ما انت عايزة، بصلاية 2 زي ما تحبي. وهنقلب بقى البصل كده مع الفراخ علشان يتكرمل ويدينا لون كده حلو، علشان هو ده بقى اللي هيدينا لون الشوي بتاع الفراخ. بصوا شوفوا هي هنا بدأت تاخد لون مع البصل والبصل بدأ يتكرمل. دلوقتي بقى هنحط التوابل: ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون وحبهان مطحون وبابريكا وربع معلقة من الكاري وربع معلقة من الكركم، ودول طبعا بيدونا لون حلو قوي. وهنحط طبعا رشة كده من القرفة، تقريبا ربع معلقة من القرفة المطحونة. هنقلب بقى كل التوابل دي مع بعض كده مع البصل مع الفراخ. هنلاقي كده ان البصل بدأ يتكرمل زي ما انتوا شايفين كده، وصل للون البني الفاتح ده، والفراخ كمان اخدت لون حلو كده، لازم توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى هنضيف كبشتين من الشوربة. لو ما عندكيش شوربة ممكن تستخدمي مية وتدوبي فيها مرق الدجاج، او ممكن تحطي مية بس زي ما انت عايزة، بس طبعا الشوربة بتدي طعم حلو قوي. هنقلب بقى الشوربة كده مع الفراخ، واول ما تبتدي تبقبق معانا زي ما انتوا شايفين كده هنغطيها بقى لمدة 5 دقايق. وبعد 5 دقايق هنفتح عليها، هنلاقي كده ان الصوص اللي تحت ده بتاع البصل بدأ يتقل معانا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الصوص بقى عامل ازاي؟ ده طبعا بسبب الكرملة بتاعة البصل، وهو ده بقى يا جماعة اللي هيدي اللون. شايفين لما قلبنا الفراخ واخدة لون كده من تحت ازاي؟ ودلوقتي بقى هنقلبها على الناحية التانية علشان تاخد لون من الجنب التاني، وهنغطيها 5 دقايق كمان. وطبعا وطينا النار شوية، وبعد 5 دقايق فتحنا عليها وهنرجع نقلبها علشان الجلد يفضل سليم وما يتهريش مننا. خلوا بالكم علشان لو سبتوها كتير هتلاقي الجلد بتاعها فك ولزق في الطاسة ومش هيبقى شكله لطيف. فعلشان نحافظ على شكلها ما نسيبهاش ناحية الجلد كتير. وبعدين بعد ما قلبناها خضناها 5 دقايق كمان، وبعدين هنفتح عليها ونختبرها بالشوكة. لقينا الشوكة دخلت بسهولة تبقى خلاص كده استوت معانا. وهنا بقى كانت استوت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شوفوا بقى الفراخ دايبه ازاي واخده لون حلو قوي قوي زي ما انتوا شايفين اهوت، من غير ما نحطها في الفرن، من غير شواية، لونها تحفة وطعمها كمان تحفة. وكمان الفراخ دايبة وجوسي مش ناشفة كده، وطعمها بصراحة كمان لذيذ قوي قوي. تقدروا طبعا تقدموها مع الرز او مع مكرونة
أو تغمزه كده مع عيش وطحينة ومخلل. بصراحة طعمها لذيذ قوي قوي، واحلى حاجة فيها كمان انها مبتاخدش وقت خالص وسريعة جدا، وكمان النتيجة مبهرة زي ما انتوا شايفين كده، شكلها وكأنها مشوية في الفرن بالظبط او جايبينها برا من اي شواية. تحفة يا جماعة، لازم تجربوها بجد، هتنبهروا بيها. وطبعا السر بتاعنا هنا هو البصل وكرملة البصل اللي بتدينا اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده، وكمان بيدينا طعم جميل قوي قوي. وشوية البهاريز بتاعة البصل دي بيبقى فيها طعم الفراخ كلها، بتتاكل كده مع شوية رز مفلفلين، بتبقى حاجة تحفة بجد. ودي بقى كانت وصفتي السرية للفراخ المشوية من غير فرن ولا شواية، وبكل سهولة ومن غير تتبيل كتير، والطعم بجد خطير، لازم تجربوها هتنبهروا بيها. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ويلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.